البرودة في الأطراف أو التنمل في الأطراف، اليدين، الرجلين، داكشي كامل تحسوا بالنمولية وداكشي عرفوا راه مشكل ديال العروقة. الوغ أول حاجة هاد السيد خاصو الدواء ديال العروقة اللي شنو هو، قلنا شحال من خطرة، لو جانكو بيلوبا، الجانكو. دونك نفس المقدار الأعشاب اللي غنذكر دابا، الجانكو بيلوبا، لوبيبين اللي هي الزعرور، ورق العنب الأحمر، الدالية الحمراء، وهنا بين عارضتين، راه اللهم هذا منكر. أنا تنفضل سمعي أختي سمية، تنفضل نشري الورق ديال الدالية اللي جايين من فرنسا. واش حنا ما عندناش الدالية هنا في المغرب؟ والله يا ودي ايوا المغرب كله والله حتى حشومه، راه تلقى ديال المغرب، ولكن يد المغرب الناس اللي تيقطعوها وكل شيء تيقطعوها وفيها الشامبينيون ولي ميكوز وباين، وما يمكنش تعطي الناس ياكلوا شي حاجه وهي انفيكتي. اذا انت تفضل تزيد الفلوس وتشريها وتقلب عليها وبتماره، وشكون اللي جايبها لك من فرنسا ومنين تيجيبها لك تدير نهار يومين تتقطع تطير. اذا حتى الفلاحه، حتى الناس العراقه، الناس اللي مكلفين بالعشوب، شي بس ما كاين، راك تديروا خير، راك هذاك راه خير في الناس، تاخذوا حسنات. منين تكونوا غتقطعوا شي عشبه او تجيبوا شي عشبه تبيعوها، جيبوها صاينه ما فيها لا ضرر، ما فيها شي مرض. وخذوا رزقكم حلال، ماشي غير تجمعوا اللي كانوا، خاصكم غير تبيعوا وتقلوا بالحجر وبالتراب وديروا داك المنكر، راه حشومه. ها انا تنمشي نبغي نشري العشبه، تتبان ليا العشبه لا كانت مزيانه راه نشريها، كانت خايبه راه ما نشريهاش، والناس يبقاو بلا دواء. كاين الوصفه اللي تتساين هذه 10 ايام ما عنديش ليها عشوبه، ونلقى العشوب ماشي غير هي. مثال بسيط، المغرب كله عامر، يلاه جبدنا في ليميسيون اللي دازت على لونجيليك على لا ميماجوس اللي هو طليلان. وطليلان تصوري اختي سميه، طليلان الزريعه نفضل نجيبها من فرنسا، وحنا كل هالبلاد ديالنا طليلان. علاش؟ حيت الزريعه تيقطعوها وهي عطاتها الشمس، دونك مشى المفعول ديال الزريعه تلقاها ماشي خضراء. اذا كانت الحاجه خضراء باللون ديالها راه فعاله، مشى اللون ديالها ما بقاش المفعول، تتولي غير تعطي لك ضوء، ما غيدير لك والو. ونفس دابا جبدنا الهضره على العروقه ياك. اذا واحد العشبه غنحتاجوها اللي هي الورق ديال الداليه. واش المغرب ما فيهش الداليه؟ راه كنا عندنا هذا العنب ما عندناش. اذا اللي غيقطع على الاقل يقطع ذاك الورق يكون ما ملوتش هذاك. دونك هذه بين عارضتين. نكمل الوصفه، قلنا الجانكو بيلوبا ولوبيبي اللي هو الزعرور، وقلنا الورق ديال الداليه الحمراء، زيد كتا قنديشت. دونك هادو نفس المقدار. شي عشوب قلال بزاف، الا ذوي الاختصاص اللي عندهم، اللي هما سونتيلا ازياتيكا والمارونيه داند. كيف ما عندكمش او في البوادي او في المدن او لي فيلاج اللي ما فيهمش وكل شيء، ما عندكم ما ديروا، راه ما مشي ولا بد الوصفه كلها خاصها تكون راه عشبه وحده دير المفعول. زيدكم من الريوت والورق ديال الزيتون. مثال بسيط، لا خديتو الجانكو والزعرور وتقنديش والورق ديال الداليه 100 غرام 100 غرام 100 غرام 100 غرام من الريوت، والورق الزيتون 50 غرام 50 غرام، الكل على شكل مسحوق. دونك لو تو سو فورم دو بودر، بمعنى تنقيو نفليو نقيو نغسلو نشفو نطحنو نحطو المسحوق هذا باش نجمعو. ياخذ 4 معالق قبل الفطور من بعد الفطور، قبل الغداء من بعد الغداء، قبل العشاء من بعد العشاء. دونك هاد السيد اللي تيتنملوا اليدين ديالو او اللي تيبردوا اليدين، الناس الاخرين اللي تيبردوا اليدين ديالهم او تنمل في الاطراف، ما عليهم يعرفوا اوتوماتيكمون راه مشكل ديال العروقه، او تيجيهم من البواسر على الجاد، او عندهم لي فاريكوز على حسب راه باين. دونك هذه هي الوصفه ديالهم، راه تهنيهم. راه قلنا نفس الوصفه راه صالحه للشرايين والقلب والخفقه القلب، دونك تاكيكاردي ضد التصلب ديال الشرايين. نفس الوصفه راه قلنا ما تنساوش الزعرور، من الحوايج ديال الزعرور مهدئ الاعصاب، ضد الالتهابات، ضد لودام، ضد التونسيون، ضد الكوليسترول، ضد الديابات، فيه العجب بمقدار، دائما بمقدار. هذاك الدوزاج ايبر امبورطون، سينو يرجع لهم بالعكس. كاين اللي تيبغي يتشافى بالزربه، بلاصه ما ياخذ نص معلقه اللي تنقولوا ليه تياخذ جوج معالق تيجيبها في راسو. راه اي حاجه فتي القدر ديالها يرجع لك.
خير خلق الله